اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل صوابع الجلاش وسمبوكسة الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة عندنا زبدة سايحة بالشكل ده، ما تكونش سخنة ولا باردة، يعني تكون دافية شوية. هنبتدي نقطع الجلاش شرايح بالطول. اهم حاجة الجلاش ما نسيبوش ابدا ينشف، يعني ناخد واحدة واحدة ونقطعها بالشكل ده، وعلى طول ندهنها بالزبدة، ما نسيبوش ابدا ينشف، واحدة واحدة، ونطبقه ونغطي عليه. اول حاجة هنجيب الجلاشة ونقطعها بمستطيل كده بالشكل ده بالطول زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي ندهنها كويس جدا بالزبدة عشان ما تنشفش. ندهنها كويس، وبعد كده هنحط حشو، والحشو هتلاقوا طريقته في اسفل الفيديو، رابط في اسفل الفيديو. هنحط كمية معقولة، ما نحطش كتير عشان ما يفتحش مننا، يعني معلقة صغيرة. وبعد كده هنبتدي نلفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مثلث. وبعد كده بالعكس نفس الحكاية، نضغط عليها كويس عشان الحشو ما يطلعش بره، وهنبتدي نلفها بالشكل ده وندوس عليها في كل مرة عشان ما يطلعش الحشو بتاعها، يفضل ماسك جوه. وبعد كده هيكون معانا بالشكل ده. نعمل كمية كبيرة أو كمية صغيرة، كل واحد على حسب رغبته. هنبتدي نقطع ورقة جلاش بشكل مستطيل بالشكل ده، ممكن يكون ورقتين فوق بعض عشان تكون سميكة شوية ما تكونش خفيفة زي ما حضراتكم شايفين. ونبتدي ناخد معلقة من الحشو بتاعنا، طريقة عمله في رابط أسفل تحت الفيديو. وبعد كده نبتدي نلفها بالشكل ده، ونلفها من الجنب التاني ومن الجنب التاني زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي نبرمها واحدة واحدة. وفي الآخر بيكون شكل الصباع بالشكل ده. ممكن نصغر حجمه أو نكبره، كل واحد وعلى حسب رغبته. وبعد كده هندهن الصينية اللي احنا هنعمل فيها بزبدة أو سمنة زي ما احنا نحب. وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 أو 200 لمدة 10 دقايق ربع ساعة. أهم حاجة نتابعه عشان ما يتحرقش مننا في الفرن، عشان هو بيستوي بسرعة. وده بيكون شكل الاحمرار بتاعه، يعني ممكن تحبوه أغمق شوية أو أفتح، كل واحد على حسب رغبته. وبعد كده عندنا شربات الحلويات وطريقة عمله في رابط أسفل الفيديو. هنبتدي نسقي الجلاش بتاعنا بالشكل ده، وفي النهاية بيكون ده شكله. بيكون طعمه حلو جدا وسهل وسريع. أتمنى حضراتكم تجربوه إن شاء الله يعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.